السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم، ازيك يا نجم؟ عامل ايه؟ هو في ايه يا عم ريبيرو انت ولا في ايه يا عم؟ عشان الراجل اسود ولا ايه؟ ما ديانج زي الفل اهو يا جماعه. ما ديانج زي الفل. المره الوحيده اللي الاهلي لعب بسته الاهلي كسب اربعه. حرر يا باشا زيزو شويه وحرر بن رمضان. ايه هو في ايه يا جماعه؟ وعشان الواد اسود يعني وما بيتكلمش ولا ايه؟ نجيب لك الله يمسيه بالخير ابراهيم سعيد. كان قعدك في البيت والله. يا عم هو رقم سته. ماله رقم سته؟ ما بتلعبش برقم سته ليه؟ يا جماعه الكوره سهله والله، الكوره سهله يعني تدريب. كوره. أربع مدافعين فيهم على الأقل واحد بيضرب. نص ملعب في واحد بيضرب ويقاتل، واحد عنده قوة بدنية. وطير الأطراف يكون عندك لاعبين كورة حريفة صراع. واحد بيعرف يجيب جول، بس موضوع بسيط. أنت بقى تقعد يا عم ريبيرو تجيب لي محمد مجدي قفشة تلعبه ستة، وتجيب لي مش عارف تريزيجيه تنزله مرة وزيزو مرة يعني. بسيط والله، اسأل أي حد هيقول. يا جماعة يعني الكورة لو أنت حتى بتتعلمها، مش دراسة، بتتعلمها ممارسة. هتبص تلاقي إن أكتر من 70-80% اللي لعبوا أهم مركز رقم ستة في الملعب، اللي لعبوا بدون ستة، بيضرب، بيعرف يجيب الكورة، بيعمل تاكل كويس، عنده مجهود جبار. أكتر من 70-80% خسروا الماتش بسبب تغيير الراجل ده. أنت ليه عم تتفلسف؟ الماتش اللي فات بيلعب محمد مجدي قفشة. مجدي قفشة إيه يعني؟ الماتش الوحيد تقريبا من كأس العالم اللي بدأ بديانج، اللي بدأ بيه هو ده. بص الأهلي بيلعب إزاي. بص لما حررت زيزو، حررته مش مرة تلعبه على اليمين مرة على الشمال. يعني تريزيجيه ده اللي هو تحس ان هو بيحب جديد، عارف انت الواد المراهق لما يكون اول مرة يحب بقى يا عم هدي من رياكشنك شوية. يعني طول عمري بقول تريزيجيه لاعب عنده مهارة، يعني كانت مهارته اعلى من صلاح، لكن لاعب بيفتعل يعني. تلاقيه بيفرح في جول محمد شريف جابه تقريبا، هو ده راح فرح قوي كده. ايه؟ انت لاعب كبير دلوقتي. اللاعب الكبير لازم يكون طبعا مسؤول عن تصرفاته، سواء الفرحة. طيب عايزين امثال؟ تعالى يا عم. فاكر ماتش تشيلسي ومانشستر سيتي، نهائي دوري الابطال؟ تمام. بتاع تخ جوارديولا عمل ايه؟ كان ساعتها معاه فرناندينيو، هو رقم ستة، هو بيلعب رقم ستة نص ملعب. وراح لملعب سيلفا. طب سيلفا لاعب كده اللي هو الكيوت ده اللي ما بيضربش وبتاع. فرناندينيو كان حاجة قرع بقى وجا من البرازيل بيقتل. تعال بص ريال مدريد. ريال مدريد لما مشي منه كاساميرو عامل ايه؟ مرة تشاوميني، مرة ينزل فالفيردي النص، مرة يجيب مش عارف مين، مرة يجيب كاساميرو لازم يضرب. تعال بص نهائي كأس العالم يا عم، فرنسا والأرجنتين النهائي التاني، تمام؟ ايه اللي حصل؟ هي فرنسا خسرت ليه؟ بسبب ان كانتي مش موجود. طب كأس العالم اللي هو 2018 خدته ليه؟ بسبب ان لاعب زي كانتي موجود. فانت ممكن تشوف ان الدور ده ضعيف، او دور عادي ان انا العب فيه اي حد. لا، هو دور مهم جدا جدا جدا، لان ده دور محوري بيربط بين الدفاع والهجوم، من غير دراسة ومن غير فلسفة ومن غير اي حاجة. لا، لاعب بيربط بين الهجوم والدفاع. لازم لاعب يعمل ايه؟ لازم لاعب قوي بدنيا بيجري كتير جدا، يعني عنده رئتين زي ما بيقول. انت بقى مرة قفشة، مرة تلعب لي طارق محمد طارق، مرة مش عارف تجيب لي مين. يا عم ما تسيب ديانج. هو ديانج بيزعلك في حاجة؟ ما تسيبه، هيعمل لك تاكل ويضرب لك ويعمل لك ومش عارف ايه. احسن لاعب في الماتش امبارح بالنسبه لي يعني بعد زيزو هو محمد هاني. محمد هاني زي ما بيقولوا عمل كل حاجه. صنع لهم اهداف وصنع الاهلي اهداف وخد كارت احمر. بغض النظر ان الحكم يعني اخطا او لا، بس هو يعني خلاص يعني. عايز تبص في الدوري مثلا، بص على منافسك اللي هو بيراميدز والزمالك. يعني الزمالك عندهم دونجا، طبعا كله بيتريق عليه، ودونجا ما بيلعبش كوره. هو مش عايز يلعب كوره، هو عايز حد جاي يعدي يعمل تاكل عليه يشده ويضربه ويعمل فاول، هو ده اللي عايزه. في اصلا اخطاء يا جماعه لو انتوا فاكرين. انا بقول لو انت بتتفرج على الكوره عايز ان انت تتعلم منها، هتتعلم زي ايه؟ فاكر ماتش برشلونه والريال 4-3 لبرشلونه، لما كان في فاول في نص الملعب كده وكان ميسي بيجري بالكوره وكان مارسيلو وراه. كانت عايزه شده كده، يعني كانت عايزه شده، بس شده كده كان يختل توازنه، ياخد فاول. سامير واخد انذار يرجع، مفيش جول صح. الجول ده جه في الريال في اخر دقيقه تقريبا، اللي هو شاط وراح رفع التيشيرت. هي دي وظيفه رقم 6. هي دي. بص انت بقى، الواحد كان بيلعب 6 أو 8 في ماتش اتلتيكو مدريد وريال مدريد نهائي الكاس او نهائي السوبر على ما اعتقد. شوف فالفيردي عمل ايه في موراتا. شاله نصين، كان ماشي شاله نصين واتطرد، والريال كسب الماتش بسبب حركه زي دي. بص انت على مدار كام سنه حسام عاشور معاك،
اي مدرب بيجي بيلعبه اساسي. ليه؟ هو حسام عاشور كان احسن من احمد حسن ولا حسام غالي ولا محمد شوقي ولا ككوره؟ لا مش احسن. ده كانوا بيقولوا بياخد الكوره ويباصيها ورا. ماشي. بس كان بيعمل لك بيفسد يعني 50 60% من هجمات الفريق الخصم. ده بالنسبه له مكسب. فالكوره بسيطه يا جماعه، الكوره سهله، مش عايزين مدرب اجنبي ومدرب من النمسا ومدرب من سويسرا وواحد من البرتغال. الكوره بسيطه والله. كابتن عماد النحاس لعب لك كام ماتش كان بيلعب بيها عادي جدا. عادي، وراجل مصري وبياكل فول وطعميه زينا والدنيا سهله يعني. ليه مصعبين الدنيا على بعض يعني؟ يا عم اللي ماسك الاهلي، يا عم ابوس ايدك، حرر زيزو قول له العب في اي حته. زيزو ده حطه قول له العب في اي حته جنبيه بن رمضان. انت عندك اتنين رسام، واحد رسام وواحد ايقونه زي ما بيقولوا كده. زيزو ده ايقونه يا جماعه، زيزو ده ايقونه الكوره فعلا في مصر حاليا. راجل ملتزم جدا، بيتمرن بدني جدا هايل جدا مع نفسه كده، غير التمرين بتاع النادي، محافظ على نفسه وعلى اكله وعلى نومه. يعني بيعمل كل حاجه كان اللعيبه بتاعت زمان بتعملها. مفيش لاعب دلوقتي بيعمل ده، غير ان هو واقف على رجله يعني يديك 90 دقيقه 120 دقيقه مستريح. بس انت اديله فرصته، مش مطلوب من زيزو ال 90 دقيقة انه يغطي على محمد مجدي قفشة عشان بص الكرة غلط وجه واحد ما عرفش يقطعها منه فيرجع تاني لحد منطقة الجزاء يدافع وياخد الكرة ويعمل سبرنت عشان يروح يساعد يكمل في الهجمة. مش مطلوب منه ده كله. كذلك محمد بن رمضان اديله ادوار. كان بديانج مثلا اديله ادوار تريحه شوية عشان يديك 90 دقيقة بنفس الكواليتي والعقلية اللي بيلعب بيها. طول ما اللاعب انت بتستنزف قوته البدنيه، العقل طبعا طبيعي حتى لو هو فكر في لعبه جسمه ما بيقدرش يعملها. فيا جماعه الكوره مش محتاجه يعني فلسفه وتروح تاخد رخصه ب 3000 ونص وبعد كده رخصه ب 8. يعني مش لازم والله. ما انتوا جايبين لنا مدرب هو مش عارفين هو جاي منين ولا كان بيعمل ايه اصلا. عماد النحاس والله كان شغال زي الفل يا جماعه. ولا هو عشان اقرا يعني ولا ايه؟ ريت تعمل لنا اشتراك في القناه واكتب لنا رايك في كومنت كده وتعمل لنا لايك على الفيديو. شكرا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.